عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتابوا هذا الفيديو. كنتمنى من كل الإخوان والأخوات اللي داخلين معنا يحاولوا يديروا لايك، يحاولوا كذلك يبارطاجيو هذا الفيديو لأوسع نطاق. ومرحبا بجميع الإخوان والأخوات. كما كتشوفوا أمامكم في الصورة القضية ديال خوسيفينا اللي بطبيعة الحال كان سبق ليا وخرج بواحد الفيديو ويا ما حضرتها ويا ما نباتها، وقلت على ان الطريق اللي غاديه فيها فهي فيها تبييع العجل بهذا المعنى. وانتم كتعرفوا شكون اللي كان كيدعمها، يعني في الطرح ديالها او في ذاك العقليه او في ذاك المنهج اللي كانت غاديه فيه. لكن الاخوان، داك الشيء اللي لاحظت مؤخرا، لاحظت يعني الاغلبيه ديال الناس بداو كيستفيقوا، فهمتوا؟ يعني الناس بدات كتفهم، بدات كتوعى لان داك الشيء اللي كدير راه لا يعقل. الاخوان لا يعقل اننا مثلا يعني ندفعوها او نصفقوا ليها او نشجعوها يعني على ذاك الطريق او على ذاك النهج اللي غاديه فيه. لان الاخوان يعني ما تقوم به فهو كله يعد التنمر ويعد كذلك الامر ظرف الاعراض وما غير ذلك من هذه الامور بمعنى القامه طويله، الحاجه اللي بطبيعه الحال ما كيبغيها حتى شي واحد تمارس عليه. لهذا الاخوان يعني كنلاحظ انا مؤخرا كل شيء ولا كينزل عليها في التعليقات، وخصوصا انا غنشارك معكم يعني العديد، واحد الكم كبير ديال التعليقات اللي نزلوا عليها بطبيعه الحال في اخر لايف خرجت فيه، وكيقولوا لها يعني نفس الشيء. يعني كنت قلت على انها يعني هذا الشيء اللي كدير فيه راه ماشي معقول، وخصوصا يعني كديروا على واحد الناس مثلا او كتمارسوا على واحد الناس اللي هما عائلتها. هذا من جانب، ومن جوانب اخرى الاخوان يعني حتى ولو كان ماشي من عائلتها راه ما يمكنش نتنمروا مثلا على واحد الناس هما ما كيتكلموش علينا، هما ما كيجبدوناش وحنا نقيلوا يعني شادن بهم. يعني المواضيع واش فهمتوا، نقيلوا دائما كنخرجوا ونبداو نالفوا عليهم القصص. لا يعقل الاخوان يعني بالبتة لقاو واحد الشخص يعني في هذه المواصفات، ولقاو كذلك الامر يعني واحد الفئه كتشجعهم. وحنا راه تكلمنا على هذا الامر وقلنا يعني شكون الفئه اللي كتشجعها. حنا كنعرفوا بان ذاك الفئه راه حتى هما هضرت عليهم وقلت بانهم هما عزيز عليهم لما كيلقاو واحد الشخص يعني داير واحد المشاكل فكيزيدوا يصعدوا له، كيزيدوا يبركوا عليه باش يزيد يصعد، باش بهذه الطريقه هما كيبقاو دائما مستفيدين بالفيديوهات وبالتاليفات وما غير ذلك من هذه الامور. هنا الاخوان غادي نقرا لكم كاع التعليقات اللي كينزلوا عليها وتعرفوا، وغتعرفوا بان صافي يعني انكشف الغطاء ديالها بهذا المعنى. يعني تورقت رغم ان يعني داك الممارسات ديالها بالكامل فهي مورقه من الديبار. لان يعني لو كان كما يروج يعني البعض او كما يكتب في التعليقات من البعض على انها مظلومه، لكن هذه المره الاخوان يعني الكم ديال التعليقات الكبير كله كيقول على ان هذا الشيء هذا اللي كديري راه ماشي معقول، وهذا الشيء اللي كديري راه يعني تنمر، هذا الشيء اللي كديري وكيعاقب عليه القانون وما غير ذلك من هذه الامور. وانتم راكم وصل لكم واحد المعلومه بان يعني وصلوها او وقفوها عند حد بهذا المعنى الاخوان، وبدات كترجع. والدليل على ذلك راه الا لاحظتوا راه واحد اللايف يعني حذفاتو، يعني كانت خرجت به وحذفاتو. ما عليناش الاخوان، كما قلنا لكم تابعوا معنا وحاولوا تفاعلوا معنا، وحاولوا كذلك تبارطاجيو هذا الفيديو، خليوا لنا الاراء ديالكم في التعليقات. خليوني نعرض عليكم يعني واحد المجموعه ديال التعليقات الاخوان، وما غاديش نبقى نعزل غير باش تكونوا فاهمين، ما غاديش نبقى نعزل باش تعرفوا الكم ديال التعليقات اللي نزلوا عليا. هنا الاخوان اول تعليق اش كيقول: اختي الله يهديك فكري في الام ديالك والاب، راه هاد الطريق اللي غادا فيها غطيحك في شي حفره. واكيد الا بقات استمرت في نفس الطريق راه غطيح في حفره، ولا ما اعتقد راه طاحت فيها. على ما اعتقد يعني طاحت في الحفره، لانها
ما عارفاش راسها شنو كدير، يمكن كتقول بان يعني داكشي اللي كديرو راه مشروع ليها، او لا راه حق من حقوقها، او لا حق من التعبير على الراي ديالها، رغم على ان هي راه بدات دخلت يعني في الخصوصيات ديال الاشخاص، بمعنى ولات كتقيس الاشخاص واش نتو الاخوان. ما عليناش نزيدو لكم لتعليق اخر. ياك خارجه الطريق علاش كترحلي معاها، ياكي خارجه الطريق علاش كترحلي معاها، ما عليناش هذا ما كيعنيش يعني داكشي اللي باغي نوصل لكم. بعدي على اعراض الناس راكي عيقتي، وكل نهار جابده عباد الله ديري محتواك، راه هادشي عيب والله. الى حول ولا الى حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا الناس راه كينزلوا عليها باش نكونوا واضحين، يعني هي كدير داكشي بالواضح، يعني باينه بانها كدير واحد الحاجه، ويعني داك الحاجه يعني في حد ذاتها يعني ظلم، كتمارس واحد التنمر، واحد اللغه المكروهه بهذا المعنى الاخوان، بمعنى كتمارس سم اللسان ديالها كتمارسو على ناس اخرين، وهي حصرها راه من عائلتها. ما عليناش نزيدو نسمعوكم. اش هاد التخربيق والتزربيق؟ يلا وجاوبيهم لاله خصي فينا. قالوا لك اش هاد التخربيق واش هاد التزربيق؟ وزيد على ذلك الناس اللي تيقول لك يعني كتضربي في الاعراض، يعني عده امور كتقومي بها يعني غير منطقيه وغير ما فهمتش يعني ما عندكش حق فيها كاع تكلمي عليها وتخوضي يعني في اعراض الناس، او لا تخوضي في واحد الخصوصيات ديال الناس، او لا مثلا تنشري واحد الحاجه يعني كانت كتعد خاصه وانت يعني كتشاركيها مع الناس من اجل الاساءه يعني لاشخاص اخرين ولو يكونوا ما كيجيوكش. راه الناس القدام في اليوتيوب كنصحوك وحيت عزيتي عليهم، ولكن حبسي الضرب في الاعراض، راكي غاديه تخرجي في حيط، راكي غاديه تخرجي في حيط، بمعنى وقفي يعني داك الضرب في الاعراض، سواء بطريقه مباشره او غير مباشره، او بالطرق اللي كتالفي بهم داك القصاص، واش فهمتي؟ يعني هو ضرب في الاعراض، ضرب في الاعراض، واخا توصليه كما وصلتيه، كما كيقولوا لا بانت المعنى لا فائده في التكرار، يعني الامر راه باين والمقصود ديالها باين شكون كتقصد. هذا علاش كنت قتلها يعني بداك الفيديو، راه هاد الناس اللي انت كتكلمي عليهم راه غدا ولا بعد غدا راه يوقفوك يعني امام القضاء، وديك الساعه تبقاي يعني ما غتمريش مرور الكرام، بمعنى غتعركي، غتأدي واش داك لهذا الشيء هذا، واش فهمتوا الاخوان؟ واكثر من هذا وذاك، يعني مؤخرا على ما قالوا على انها يعني بدات كترغب وتزاوج، وما عرفتش هادشي واش صحيح ولا كذوب، المهم هادشي سمعته وصافي. اختي نصيحه شوفي طبيب نفساني، وبالفعل والله ما كذبت. دابا هاد السيده هذه اللي قالت اختي نصيحه شوفي طبيب نفساني، راكي ماشي طبيعيه والله ما كذبت. هاد الاخت الكريمه فاطمه كتبتها لها في التعليق عندها في اللايف، قالت لها اختي نصيحه شوفي طبيب نفساني، راكي ماشي طبيعيه. هذه بالفعل الاخوان، لان اللي كيكون يعني فيه داك الوصف او فيه داك المواصفات ديال التنمر، ويبدا يتكلم يعني بداك الطريقه اللي كدير هي، واللي بطبيعه الحال كتمارسها هي، والله الاخوان الى هذا في حد ذاته يعني مرض نفسانيا الاخوان، والله القسم. يعني كتلقى بعض شي ناس للاسف الشديد كتلقاهم مرادين بشي ناس، تتلقى شي ناس مرادين بشي ناس، وهذا هو اللي وقع لهاد السيده هذه اللي هي الاخت خوسيفينا، يعني مراده بداك الاشخاص اللي هما من العائله بطبيعه الحال. أرجوك أختي ما تعاطيش مع أصحاب القنوات، رجعي لمحتواك والله يعاونك. أول مرة نكتب ليك، هي دابا يعني خرجت تعاطاتها مع مالي القنوات. ايوا مزيان الله يكملها بالخير، واللي القضية يعني ولات أكبر من ذلك، القضية ما بقاتش غير تنمر على عائلتها وكذلك الأمر يعني كتخرج وتبدا تعاود لهم وتقول لهم نحكي لكم القصص، وانتم كتعرفوا يعني التأليف ديالها كيفاش كتألفوا، بمعنى كتألف داك القصص يعني كتنمر على العائلة ديالها، يعني عدة طرق
سب، شتم، الإساءة، يعني جميع الطرق يعني كتستعملهم من أجل يعني الإضرار بداك الناس اللي كتكلم عليهم واللي هما من عائلتها. أختي بركة، من القليل والقال من القيل والقال بعدي راسك على المشاكل راكي. واش اللي غيبعد راسو على المشاكل بالنسبة للأخت الكريمة اللي كتبت التعليق هذا؟ واش اللي غيبعد راسو من المشاكل واش هو كيمشي يقلب عليها؟ لا، راه الا دخلت غير سوق راسها ما كاينش اللي يأذيها، لكن هي لا، كتحفر على المشاكل. علاش هي راها كتحفر على المشاكل؟ هي بعدت، هي ما باغياش تبعد. هي لو كانت داخله غير سوق راسها وعايشه الحياه ديالها، راه ما كاينش اللي غيأذيها ولا غيتكلم عليها. حنا كنشوفوا هي اللي كتخرج كتبدا تألف الروايات على الناس، التنمر بأشد الانواع. ما عليناش نزيدو نكملو. بعدي راسك على على المشاكل راكي غاديه في الخسران. اللي ظلمك وقهرك خليه المولاه، ولا ديري الاجراءات اللازمه. بطبيعه الحال الا عندها ما يثبت انها يعني تعرضت للظلم، راه توصل للحق ديالها قانونيا. الى ما كانش ذلك يعني توكل امرها لله، وديك الساعات ما عندها علاش تبقى تخرج وتبدا تتكلم على شي حاجه. وان كان يعني داكشي اللي كدعيه صحيح، رغم على ان ما ربما يكون العكس، بالعكس والعكس صحيح. حنا غير كنتكلموا كنحاولوا يعني نناقشوا هذا الامر. تعتدي الحدود، خلص. المهم التعليق ما واضحش الاخوان، ندوزو لتعليق اخر. الله ياخذ الحق في اللي ظلمك وتعدى عليك دابا، وما تعدى على حتى شي واحد وما ظلم حتى شي واحد، بلا هي يعني كتخرج وتمارس هاد الامور هادي، تمارس الظلم وتمارس الاعتداء على الاخر. وهذا الشيء هذا راني كنت خرجت في فيديو تكلمت عليه وحطيت لكم الدليل الاخوان. يعني الخرجات ديالها كلهم يعني كتمارس فيهم التنمر والتأليف، القصص الفارغه اللي ما تسمن ما تغني من جوع. ما عليناش نزيدو نكملو. صراحه ما كتسمعيش عياو الناس ينصحوك والو، كتحطي الفيديو وتمشي ما كتقراي لا تعليق لا والو، مهمك غير الادسينس. الله يهديك، راه شبعان هذا. اتقي الله. التعليقات الاخوان الاغلبيه كي نازلين عليها باش نكونوا واضحين. ها النتيجه، القرايه اللي قراك خرجتي تتعاطاي مع خوه وعائله خوه. دابا الامر ديال الاخوان، والله الا الامر ديالها لا بلا ما نقول لكم زعما اللي كيشجعها يعني على هذا الامر هذا، فهو غير كيخربق بمعنى يعني ما كيشرفش المغاربه بهذا المعنى. دابا هي خارجه وقيلا كتعاطى مع العم ديالها بهذا المعنى، ياك الاخوان؟ هكا حاولوا تكتبوا لي في التعليقات على حسب ما فهمت يعني ما التعليق اللي امامي. يعني كتعاطى او لا كتنمر على العم ديالها. ها النتيجه، القرايه اللي قراك خرجتي تتعاطاي مع خوه وعائله ديال خوه. بمعنى يعني هادشي منوضها غير مع عائلتها يعني الاقرب. واش فهمتوا الاخوان؟ منوضها مع العائله الاقرب. وحنا كنعرفوا العائلات بيناتهم راه شي، ولو كيكون مثلا يعني شي امور ماشي هي ديك، راه شي كيتنازل على شي وشي كيحاول يدوزها لشي، لان العائله راه هكا. التماسك د العائلات راه هكايا، ماشي التصعيد. العائلات عمرهم ما كانوا كيصعدوا بيناتهم. كتلقى يعني الناس راه ماشي عائلتهم وما كتلقاش كيصعدوا مع الناس، بلا دائما كيحاولوا يعني يقلبوا على شي حاجه يعني سلميه اكثر. واش فهمتوا الاخوان؟ لكن للاسف الشديد كنشوفوا الاخت خوسيفينا يعني غاديه في واحد الطريق اللي كيما وصفوه لا بعض الاخوان والاخوات غادي يدخلك في حيط، او لا كيما وصفوا لها يعني عده اوصاف. واش فهمتوا الاخوان؟ بمعنى غادي في واحد الطريق اللي خاطئ. ما عليناش الاخوان، خليونا نكتفيو لكم بهذا القدر. كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى التفاعل ديالكم، وبغيتكم ننتوما كمشاهدينا الاخوان كتشاهدونا في هذا الفيديو هذا تعطيونا الاراء ديالكم وتزيدوا توضحوا لي اكثر فاكثر شنو واقع الاخوان. هي يعني من ناحيه الشكل، من ناحيه الشكل يعني لا يعقل الاخوان وحده غتخرج
وتبدا مثلا تنمر على عمها او تنمر على ولد عمها، او فهمتوا الاخوان ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هذا يعني غير هادي تبين لكم، غير هادي يعني تجعلكم تخرجوا عند هاد السيده هادي، ولو تكونوا متابعين ديالها تكتبوا لها قولوا لها على الشيطان وبعدي من هاد الشيء هذا، وحنا كنتابعوك. ما بعدتيش حنا غنخرجوا من عندك، ما بعدتش فخرجوا جماعيا، خرجوا جماعيا الاخوان. واش فهمتوا؟ لان تخليوها كتستمر في هادشي وانتم كتشجعوها، وكانكم يعني كتشجعوا يعني مثل هاد الاشياء هادي، كتشجعوا على ان وحده تخرج وتعاير العم ديالها وتنمر عليه مثلا، او لا على ولد العم ديالها، او لا. فهمتوا الاخوان؟ يعني بحال توليو تتشجعوا هاد الامور هذا. لهذا يعني نبهوا هاد التعليقات، ما بغاتش تحشم فتخلاو عليها بلوكيوها، ديروا لها يعني سينيال. ولا من الاحسن كاع ما تدخلوش، كاع تفرجوا، كاع ما تسينيالوها، ما حتى شي لعبه، خليو كتهضر غير هكاكين، ما تبقاش المشاهدات هي غتراجع بوحدها، لان الامر ديال هاد خيتنا هادي كيبان لي مشاهدات. ما عليناش، كنشكركم جميعا بدون استثناء. حاولوا الاخوان ديروا لايكات، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو، حاولوا تخليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات، وحاولوا كذلك تشتركوا في القناه بالنسبه للناس اللي ما مشتركينش في القناه. ونشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.